الجولة 11 رياضي يضيف فريق اتحاد طنجة. الجولة 10 لم يتذوق طعم الانتصار. الجمهور الكبير الذي يؤكد كالعادة دعم مشروط للرجاء الرياضي في كل المواعيد هي مفاتيح النجاح، مفاتيح التألق لمنذر كبير، الطريق نحو الامجاد، نحو استعادة نغمة الانتصارات، تراجع نتائج الفريق الاخضر. هكذا هي اجمل الصور التي قلت تليق بقمه العالم يلوي. رغم ذلك مجهودات تتواصل من اجل ارجاع الفريق لسكه مرباح جايا على الثاني وعبد الحل. مباراه المهمه، قمه المتناقضات بين الرجاء الرياضي وضيف اتحاد طنجة. صوره اخرى، الصور الكبيره والجميله السابقه لفريق الرجاء الرياضي على مستوى الجهه اليسرى. تمشي من وسط الميدان، عبد مذكور، تمريره استلام من هذه التحضير، فرصه رجاء انطلاقه من يسري بوزوك في الخطوره في الخطوره في الخطوره. ضاعت ولا الفرص الرجاء من جانب حمزه خب الذي يبحث عن الهدف الذي طال انتظاره بالنسبه لعشاق الرجاء الرياضي من حمزه خبا. نتابع اعاده هذه اللقطه، تبويب جميل من عبد مذكور لمحمد زريده. عبد مذكور كره بينيه انطلاقه من يسري بوزوك، ارتباك على مستوى المنظومه دفاع الاتحاد طنجة، ثم جاءت بعد ذلك اليساريه من حمزه خبا التي وجدت الحارس بدر الدين بن عاش. اولو للجهه اليسرى، اسماعيل مقدم مرفوع على انطلاقه من جانب بوركسوت، اعتماد عليه اليوم كجناح ايسر. هنا محاوله راسيه اكتست طابع الخطوره بالطرف محمد زريده في حدود الدقيقه 19 بعد عرضيه على المقص من محمد بوركسوت. هنا التمرير من الجهه اليسرى، انطلاقه من محمد بوركسوت يختار العرضيه على المقص، ثم راسيه زريده فوق مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. ردة الفعل من طرف الرجاء واتحاد طنجة، راسيه خطيره، جول في اول هدف رفقه الرجاء الرياضي في الدوري الاحترافي. حمزه خبا يسجل في حدود الدقيقه 28 من خلال كره ثابته استثمرت بعدها افواه دفاعيه. خبا يسكنها في شباك بدر الدين بن عاشور يمنح الافضليه لفائده الرجاء الرياضي بعد الهدف. تابعوا الاعاده، لعبت هنا كره يمينيه بالراس، اللقطه الاولى ابعاد من بدر الدين بن عاشور، لقطه التمرير يسري بوسوق بطريقه جميله، متابعه من جمال حركس، تصدي لبدر الدين بن عاشور، لكن القادم من الجهه اليمنى وحيدا طريقا يسدد حمزه خبا ليسجل على الهدف الاول لفريق الرجاء الرياضي. سوق يسري في تنفيذ الركله الركنيه، جو نفذ عبر القائمه الثاني، البحث عن الراسيه، ارتقاء من طرف جمال حركس بالراس. هنا حمزه خبا وسوق في تنفيذ الركله الركنيه، جو نفذ مقوس، البحث عن الراسيه، جول ومن غير المطرقه جمال حركاس بالراس، وكانت المتابعه من حمزه خبا، لكن الثانيه سددها بشكل مباشر في اتجاه مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. كانت بلمسه يسري بوسوق حمزه جمال حركاس، حمزه خبا، والثاني هذا المره مباشر على المقاس من جانب يسري بوسوق، يرتقي المطرقه جمال حركاس بالراس يسكنها في شباك مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. اصبحت هدفين دون مقابل هكذا من الوصول في مناسبتين لمرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. هذه خطيره ضاعت يا حسن يا سرايبي. تبع الخطوره في اخر انفاس الجوله الاولى. اتحاد طنجة كان بامكانه ان يصل للشباك من محمد سبول، ارتقاء بالراس، هديه تقدم. الرجل يطلب من عناصر التقدم في مناطق اتحاد طنجة، تلعب مقوسه، فرصه خطيره، الجول الثالث من حمزه خبا، يسجل الثنائيه الشخصيه لحمزه خبا
والثالث للرجاء الرياضي، وبذلك يقضي على احلام اتحاد طنجة. وجاءت الثالثة كذلك من خلال كرة ثابتة، وهذه المرة عبر ضربة خطأ والتنفيذ من جانب يسري بوسوق. هنا سيتأكد الحكم هل كان لاعب في وضع التسلل. هنا التنفيذ، إذا تنفيذ من جانب محمود بن تيك، واللي كان على المستوى التنفيذ استغل الكرة فريق الأخضر. وإلى كرة بابية من الجهة اليمنى العرضية، سريدا تسديدة خطيرة من الرجاء، تسديدة قوية والعارضة تكون لا لمحمد سريدا بطريقة كلمة يقال عنها طريقة عالمية، طريقة رائعة بفرصة. لو سجل هذا الهدف كان سيكون واحد من أجمل الأهداف التي من طرف أنس الرجاء الرياضي. والعالمي يقدم أجمل الصور التي تليق بقيمة الجماهير العالمية. صور استثنائية، صور عالمية، صور على الطريقة الرجاوية. يختف من خلال الأضواء من جديد جمهور فريق الرجاء الرياضي. انطلقت المباراة على إيقاع إبداعين جميلين سيتحدث الجميع عنهما خلال هذا الأسبوع، وتجي بعد ذلك الثالثة بهذا الشكل. أترك لكم هذه الأجواء السادة والسيدات.